في نفس الوقت إن يبقى فيه مكافأة وأشكال رفاهية بسيطة، ده هيخليه عنده تحفيز أكتر وحب أكتر في الأكاديمية التعليمية دي. الاستراحة، دايما اطلب منه إن هو ياخد استراحة من ما بين عمل لعمل تاني، بإن مثلا يشرب بق مية أو يقعد شوية لو هو واقف، يقف شوية لو هو قاعد، يتمشى شوية. حاجات بسيطة زي إن هو مثلا يسلم حاجة لحد أو إن هو يمسح سبورة، مش عشان بس فكرة إن دماغه تستريح من معلومات معينة أو كده، ولكن إن في دراسات كتيرة أثبتت إن فترات الراحة البسيطة داخل حاجة مهمة أنت بتعملها بتخليك عندك تركيز أحسن واستيعاب أفضل. الجداول الزمنية والأوقات دي برضه حلو لو تبقى قدامه في مكان قريب زي مثلا على الديسك بتاعه، علشان يقدر إن هو يلتزم بالمواعيد وما ينساهاش. وحلو إن يكون في تكرار على المواعيد علشان يحفظها ويتأكد إن هو استوعب المواعيد دي. نحاول ما يكونش فيه مشتتات خارجة كتيرة حواليه، سواء